السلام عليكم مراجعينا ومتابعينا الكرام. راح نتحدث اليوم عن داء السلائل الغدي الوراثي العالي. طبعا داء السلائل هو مرض وراثي يتكون عن طريق طفرة أو طفرة وراثية أو جينية، احنا الاي بي اس، يصيب القولون أو القولون المستقيم. عادة احتمالية تحول هذه السلائل إلى أورام خبيثة أو سرطانية في سن الأربعين شبه مؤكدة، يتوارث يعني وينتقل عن طريق العائلة. احنا المرضى اللي يصابون بهذا المرض يعني ينقسمون الى نصفين لتشخيص الحاله. بعض الاحيان يجينا المريض عنده نزف في المقعد، الم في البطن، فقر دم، نزول بالوزن، بعض الاحيان تباين في الابراز، بعض الاحيان امساك، بعض الاحيان اسهال، بعض الاحيان توصل لحالات الانسداد او النزف الشديد. طبعا راح يتم اجراء الناظور القولوني لتشخيص الحاله. اذا تبين وجود يعني مئات الى الاف راح يتم تشخيص الحاله واجراء فحص الاي بي اس اللي هو الطفرات الجينيه. اذا كان الشخص مصاب راح يعني وتم تشخيص الحاله، يحتاج اجراء ناظور لجميع افراد العائله من سن العاشر الى 12 سنه. اذا كان القولون مصاب طبعا راح يتم استئصال القولون وربط الامعاء الدقيقه بالمستقيم. واذا كان القولون والمستقيم يتم استئصال القولون المستقيم ووضع كيس او جيب من الامعاء الدقيقه وربطه بالمقعد. طبعا احنا هاي العمليات نجريها عن طريق الناظور، عن طريق 4 فتحات صغيره بدل من عمليات الفتح التقليديه، بدون التهابات او للجروح او مضاعفات الجروح من الفتق والمضاعفات الجروح. ودائما احنا المرضى يراسلونا، مرضى القولون التقرحي ومرضى داء السلائل الغدي، انه راجعنا وقالوا لنا راح يعني احنا بالنسبه لنا حيخلونا كيس دائمي للخروج. هذه الحاله بالنسبه لنا ما عندنا هاي موجود. احنا عاده يتم الاستئصال ونربط مباشره عن طريق المقعد، ويكون الخروج عن طريق المقعد. طبعا بس يحتاج متابعه للمرضى يعني ما بعد اجراء العمليات. طبعا هو هذا يسمح له استئصال القولون الوقائي لمنع تحوله الى اورام سرطانيه بالمستقبل. كما يحتاج الى ناظور المعده كل سنه الى 3 سنوات، ناظور المعده لمنع تكون يعني او مراقبه تكون زوائد لحميه او بوليبات في المعده والاثنى عشر لاستئصالها قبل تحولها الى اورام سرطانيه. ان شاء الله نتمنى الصحه والعافيه لجميع مرضانا. الدكتور احمد كاشف، غطاء اقتصاد دقيق جراحه القولون المستقيم.